إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا في هذا اليوم المبارك بعنوان ورحل الإمام. حديثنا عن موت العلماء، حديثنا عن هذا النقص العظيم الذي يصيب الأرض بموت العلماء والفقهاء ورثة المرسلين والأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير نقص الأرض بأنه بموت علمائها وفقهائها. لا يخفى عليكم أيها الأحبة ما للعلماء من عظيم المنزلة ورفيع المكانة في شريعة الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته تنويها بعظيم قدرهم عنده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورفع سبحانه وتعالى من قدرهم على سائر الناس، وبين أنهم صفوة الصفوة، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين جل جلاله أن العلماء ليسوا كغيرهم، وأن غيرهم دونهم في المنزلة، لأنهم حملة الشريعة وحماة الملة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يخشونه حق الخشية. والمقصود بالعلماء العلماء الربانيون الراسخون الثابتون، غير المغيرين ولا المبدلين. أما أشباه العلماء فلا مدخل لهم في حديثنا، ولا مدخل لهم في هذه النصوص من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. بين سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يخشونه حق الخشية، لأنه على قدر العلم به تبارك وتعالى والعلم بشريعته يكون تعظيمه وتوقيره وخشيته والخوف منه. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أيضا بأن الذين يفهمون عنه حق الفهم والذين يعون تلك الأمثال المضروبة في آية الذكر الحكيم هم العلماء الذين يفهمون عن الله تبارك وتعالى مراده، وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معناه وفحواه، هم العلماء. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، التي تبين لنا مكانة العلماء، وأنهم صمام الأمان في هذه الأمة، لأنه لا بقاء للشريعة في الناس إلا ببقاء علومها، أي علوم الشريعة، ولا بقاء لعلوم الشريعة إلا ببقاء علمائها. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم حملة الشريعة وهم حماة الملة. روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم، أي العلم الإلهي النبوي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من أشراط الساعة قبض العلم، كما في الحديث الصحيح: أن يفشو الهرج وأن تفشو الفتن وأن يقبض العلم، وقبض العلم بقبض علمائه.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في زماننا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم ضل الهداه، فقد الناس الهداية عياذا بالله تبارك وتعالى. ويكفي العلماء الربانيين والفقهاء الراسخين الثابتين غير المغيرين ولا المبدلين، الذين لا يخشون أحدا غير الله رب العالمين، يكفي هؤلاء فضلا وشرفا ورفيع مكانة وعظيم منزلة أنهم ورثة الأنبياء، وليس فوق هذا المقام مقام بعد النبوة. روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم قائمون في الأمة مقام الأنبياء والمرسلين، كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. الناس في جهة التمثيل أكفاء، الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يضح ويتجلى مما مضى أيها الأحبة أن من أعظم المصائب التي تنزل بالأمة موت العلماء، وقد وصفه الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الآية السابقة بنقص عظيم وانصداع كبير يصيب هذه الأرض. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الأرض تحيا إذا عاش العالم فيها، وتموت بموت العلماء فيها. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فسر ابن عباس كما ذكرنا نقص الأرض بأنه بموت العلماء والفقهاء، بأنه ذهاب العلم
قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة في جنازة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل والحبر النبيل من كبار علماء الصحابة، حضر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جنازته، ثم قال: من أراد أن ينظر كيف ذهاب العلم فلينظر إلى جنازة هذا، هكذا يذهب العلم وتنطمس معالمه بموت العلماء، لولا أن الله تبارك وتعالى يبقي بقية من العلماء الربانيين يحفظ بهم سبحانه وتعالى دينه وشريعته وملته. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار. ونحن نقول: لا يسدها إلا أن يخلف ذلك العالم عالم مثله، كما جاء عن علي بن أبي طالب ليث الله الغالب رضي الله عنه قال: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه يخلفه. قبل أيام يسيرة أيها الأحبة، يوم الاثنين الماضي، توفي عالم من كبار علماء العصر، بل هو إمام العصر وإمام الأئمة وشيخ العلماء. توفي العلامة الفقيه المجدد المجتهد حامل لواء الوسطية والاعتدال، شيخ الشيوخ وقدوة أهل العلم والدعوة والرسوخ، بل هو شيخ الإسلام وفخر الأنام وحجة العصر، سماحة الإمام الدكتور الموسوعي يوسف بن عبد الله القرضاوي رحمه الله. هذا الرجل الذي ملأ طباق الأرض علما، ملأ الدنيا وشغل الناس. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. الإمام يوسف بن عبد الله القرضاوي كان شمسا من الشموس الساطعة، وبدرا من البدور اللامعة، ونأسف أشد الأسف على كثير من أبناء هذا الجيل المعاصر ممن لا يعرف قدر هذا الإمام، وممن شوش عليه بأفكار تأتيه ذات اليمين وذات الشمال. وإننا لا نعلم عالما في هذا العصر شوهت صورته مثل الإمام يوسف ابن عبد الله القرضاوي رحمه الله. نعم له أخطاء، وليس من شرط العالم أن يتابع في كل شيء، له أخطاء خالفه فيها غيره من العلماء، لكنها لا تحط من قدره. العلماء بحار وأخطاؤهم أقذار، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وهو مجتهد رحمة الله عليه بشهادة أكابر العلماء، والمجتهد من شأنه أن يصيب ويخطئ
وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، كما أرسلها إمامنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الأولين. وقال أيضا: ما منا إلا راد ومردود عليه. من هذا الإنسان الذي يسلم من الخطأ والزلل؟ من ذا الذي ترجى، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كانت للشيخ اجتهادات وآراء ومواقف في قضايا سياسية ومسائل فقهية قد لا يوافق عليها وخالفه فيها غيره من العلماء. أما أن يحط من قدره وأن يساء الأدب معه وأن تشوه صورته على النحو الذي وقع، فتلك مصيبة عظيمة، وتلك داهية دهياء، وتلك كارثة تنزل بالأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لست أنا من يتكلم عن سماحة الإمام يوسف بن عبد الله القرضاوي رحمه الله، وقد تكلم عنه الأكابر والعظماء ومفاخر الأمة يجلونه ويعظمونه ويعرفون له قدره. لا تسعني هذه الدقائق المعدودة لأذكر ترجمة مفصلة عن الإمام رحمه الله، وقد رزقه الله تبارك وتعالى عمرا طويلا عريضا، عاش قرنا من الزمان 100 سنة بالعد الهجري، 96 سنة بالعد الميلادي. عمر مليء بالإنجازات والأعمال العظيمة التي لو فعل أو كان سببا في واحد منها لكفى. مؤسسة واحدة من المؤسسات التي أنشأها وأشرف عليها تكفيه شرفا وفخرا وفضلا، فكيف وهو رائد مؤسس لمؤسسات عظمى وكبرى؟ إلى الآن تتفيأ الأمة الإسلامية ظلالها، وينال الأمة الإسلامية خيرها وبركتها في مجالات شتى. فما أعظم أثره على الناس، وما أسوأ أثر بعض الناس على الشيخ رحمة الله عليه. يصدق فيه ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو ينوه بشأن العلماء العاملين: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون أهل العمى، ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليه. ونحن نقول: وما أسوأ أثر بعض الناس، وإلا فالأمة أمة مباركة، أمة خيرة في جمهورها، فإنها تعرف للعلم والعلماء القدر والمكانة اللائقة. الشيخ يوسف رحمة الله عليه كان يلقب بالفقيه الطائر، فإنه زار بقاع الدنيا كلها، زار القارات الست أو السبع مبشرا بالإسلام، داعيا إلى الإسلام، وحيث يذهب يلقى تلاميذه وأحبابه. وكان لبلدنا الجزائر المحمية بالله حظ ونصيب وافر، فقد درس الشيخ ببعض جامعاتها، وشهد ملتقيات الفكر الإسلامي التي كان فارس ميدانها والمقدم في حلبتها،
ومن شهد تلك الملتقيات يعرف ما كان للشيخ من الحظوة وعظيم المكانة في نفوس العلماء ورجال الدولة، فقد حباه الله تبارك وتعالى بجملة من المواهب، بجملة من المنح الربانية التي يقل أن تجتمع في رجل. كان معظما عند جميع الناس رحمة الله عليه. أما المؤسسات التي أشرف عليها وأسسها فحدثن عنها ولا حرج. لا أستطيع أن أذكر ترجمة كاملة، وقد كتب عن نفسه رحمة الله عليه كتابا في مجلدين، ابن القرية والكتاب. اقرأوا ترجمة هذا الإمام، وقد حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة، وترقى في الدراسات الأزهرية حتى نال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وعد كتابه فقه الزكاة كتاب القرن بلا منازع. حين كتب ذلك الكتاب بهر العقول، بهر عقول العلماء، وقالوا هذا الكتاب كتاب القرن، الذي صار فيما بعد فقه الزكاة في مجلد ضخم. والآن جل من يتكلم في فقه الزكاة عالة على الشيخ رحمة الله عليه. فنكتفي بذكر أقوال لعلماء كبار وفقهاء عظام ماذا قالوا عن الإمام يوسف. أما المؤسسات والإنجازات فهي أكثر من أن تحصى. هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هو الرئيس والمؤسس، هو الرئيس والمؤسس للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، عضو المجامع الفقهية في بقاع الدنيا، عضو هيئة كبار العلماء في مصر الشقيقة، عضو بل هو رئيس كثير من الهيئات الرقابية في المصارف الإسلامية. وهذا منذ عقود. هذه المسائل التي تتناول الآن بالبحث والدراسة والصيرفة الإسلامية والعقود الإسلامية، الشيخ كتب فيها قبل 50 سنة، وكان له الفضل العظيم بعد الله في التمكين للاقتصاد الإسلامي وفي مزاحمة البنوك الربوية الكلاسيكية ببنوك إسلامية توسع على الأمة وتفتح لها آفاقا لتحصيل المال وتنمية هذا المال. فإن المال عصب الحياة، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. مؤسسات لا تكاد تعد وتحصى، جوائز في العالم الإسلامي، في الإمارات والمملكة العربية السعودية وفي الجزائر بلدان، وفي قطر وفي سائر البلدان، جوائز لا تعد ولا تحصى. فأكتفي بالحديث عن كلام بعض من العلماء، وإلا فمشاريعه أكبر وأكثر من أن تحصى. أبدأ بكلام الإمام المفكر العملاق الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. والشيخ محمد الغزالي وحبيب المسلمين جميعا وحبيب الجزائر خصوصا، وكلنا يعرف خاصة من جيل آبائنا وأجدادنا حديث الاثنين الذي كان يطل فيه الإمام محمد الغزالي على شاشة التلفزيون، وهو يقرب هدايات الإسلام بلغة سهلة وبمنهج لطيف رقيق، بمنهج وسطي معتدل، كان له أثر كبير على الصحوة الإسلامية توجيها وترشيدا وإبعادا لألوان الانحراف والتطرف الفكري. الشيخ محمد الغزالي من يعرفه يعرف أنه عملاق من عمالقة الفكر، وأنه ليس من السهل أن يملأ عينه كل أحد، وقد درس على طبقة عالية من علماء الأزهر الشريف القدماء، ومن أدرك الأكابر فمن العسير أن يملأ عينه بعض الأصاغر.
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هذا الرجل العملاق كان يقول عن الشيخ يوسف في حياته وفي المجالس، يقول الشيخ يوسف إمام من أئمة العصر. نعم هو كان تلميذي ويدرس علي، هو كان تلميذي، أما الآن فهو أستاذي وأنا تلميذه. هذه شهادة من الإمام الغزالي. قالوا القرضاوي أنا شيخه وأستاذه، أما الآن فأنا تلميذه وهو أستاذي. الإمام أبو الحسن الندوي المفكر الهندي العظيم قال عن الشيخ يوسف عالم محقق من كبار العلماء والمربين. قال عنه العلامة الفقيه النادر كان يلقب بعميد الفقهاء مصطفى الزرقاء، مشهور، اكتبوا من هو مصطفى الزرقاء. كان يلقب بعميد الفقهاء. مصطفى الزرقاء هذا العلامة الكبير فارس المجامع الفقهية، وهو من اشتهر عنه تجويز التأمين، وكان بينه وبين العلماء نقاشات طويلة. العلامة عميد الفقهاء مصطفى الزرقاء رحمه الله كان يقول عن الإمام القرضاوي حجة العصر ونعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، إلى العلماء. كان يقول عنه حجة العصر وهو نعمة الله على المسلمين. وقرأت له في سياق آخر قال إنه لتبلغني الفتوى عن الشيخ فأسلمها قبل أن أقرأها، لما عندي من الثقة برسوخ الشيخ في الشريعة وفقهه وبصره بالواقع. قبل أن أقرأ الفتوى مسلمة صحيحة، ثقة بعقل الإمام رحمه الله تعالى ورجاحة فكره. قال عنه الشيخ الفقيه عبد الله بن بية، وكان نائبا قديما، وقعت خلافات فيما بعد، كان نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ابن بية كان يقول عنه إمام المسلمين وضمير الأمة، ضمير الأمة الحي، فقد كان يشارك هذه الأمة آلامها وأفراحها وأتراحها، وكانت له مواقف يوافق أو يخالف عليها، تلك مسألة أخرى. كلمات كثيرة من أئمة عظام في حق هذا الإمام. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مفتي المملكة العربية السعودية كان يأخذ بيده ويقول له يا سماحة العلامة، وكان يختلف معه في بعض المسائل الفقهية، خاصة ما أودعه في كتابه الحلال والحرام، وقال له يا شيخ يوسف لو أنك تتراجع عن هذه المسائل وتعيد النظر لكي نطبع الكتاب فالشيخ قال له والله لو كان الإنسان يتنازل عن الحق محبة لإنسان لتنازلت عنها، ولكنني أرى ذلك صوابا وذلك هو الحق. ولم يفسد هذا الخلاف المودة بين الشيخين. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول كتب القرضاوي لها وزنها وثقلها في العالم الإسلامي. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كنت أقرأ له وهو ينقل عنه في كتبه، يقول وقال الشيخ الدكتور في مسائل دقيقة من مسائل البيوع ومسائل الربا. العلامة المحدث الشهير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان يعنى بكتب الشيخ يوسف، بل يخرجها له، يخرج تلك الأحاديث، وقد خرج أحاديث الحلال والحرام. والعادة أن المحدثين لا يخرجون لكتاب إلا إذا كان ذلك الكتاب ذا قيمة. فالشيخ الألباني المحدث الشهير خرج أحاديث الحلال والحرام وأثنى فيه على الإمام، وقال وإن كنا نخالفه في بعض المسائل التي ذكرها لكن هي وجهات نظر وهو مأجور أصاب أم أخطأ. هذه كلمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نقول هذه الكلمات لمن يحضر معنا عموما ولبعض الناس خصوصا الذين كانوا يسيئون الظن بالإمام.
هذا هو كلام العلماء الربانيين الراسخين. الشيخ الألباني يثني ويقول وإن كنت أخالفه لكن هو مأجور، أصاب أم أخطأ، لأنه يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين الأجر والأجرين، أصاب أم أخطأ. شهادات لا تكاد تنتهي من كبار علماء العصر ممن مات ولحق بالرفيق الأعلى، ومن علماء الزمان. الشيخ عصام البشير العالم الداعية الشهير عضو المجامع الفقهية وهو من تلاميذ الشيخ، كان يقول عنه: أمة في رجل وقارة في وطن. أمة في رجل، نعم، وصدق رحمه الله وحفظه. الشيخ محمد سالم ولد عدود، هذا قل من يعرفه، وهو خال الشيخ الددوي المعاصر. محمد سالم ولد عدود إمام عظيم وعلامة كبير من الراسخين، ومن يعرف الشيخ يعرف هذا. ومن العلماء الندرة في العصر الحديث، توفي رحمه الله، كان من حفاظ الدنيا، كان من كبار العلماء الراسخين. يذكر شيخنا العلامة البحر محمد الحسن الددوي حفظه الله ورعاه، قال: ذات يوم سألت خالي محمد سالم، قال وأنا صغير شاب أظن في الثمانينيات، قال له: يا شيخ، هل تعرف أحدا من علماء العصر يصدق عليه أنه مجتهد، يعني بلغ النهاية مجتهد العصر؟ قال: فقال لي خالي محمد سالم ذلك الوقت، قال: لا أعرف، إن كان من أحد في عصرنا فيوسف القرضاوي. هذه شهادة من عالم كان في طرف الدنيا في بلاد شنقيط، نعم تتقلد مناصب لكن شهد هذه الشهادة بأنه ممن بلغ درجة الاجتهاد. قال: هل تعرف من أحد؟ قال: أنا لا أعرف في عصرنا، إن كان من أحد بلغ درجة الاجتهاد فيوسف القرضاوي. أختم بشهادة شيخنا العلامة الحافظ الحجة شيخ محمد الحسن الددوي الشنقيطي، وجلكم وكلكم يعرفه، والشيخ من تلاميذ الشيخ يوسف القرضاوي. شهد في حقه شهادات عجيبة، وشهادات العلماء لها ثقلها ووزنها، لأن الإنسان العامي أو طالب العلم قد يبالغ في الثناء، قد يعظم شيخه لأنه لا يعرف حقيقة العلم. أما إنسان امتلأ صدره بالعلوم والمعارف ولقي أكابر العلماء ودرس على الأكابر، فليس من السهل أن يملأ عينه أي واحد. شيخ ددو من كبار حفاظ العصر، وقد أدرك الأكابر ودرس على جده محمد علي العلامة الشهير، ومع ذلك هذا الإمام الكبير من أئمة الدنيا لما سئل عن مجتهدي العصر من يعرف ممن بلغ درجة الاجتهاد، فقال: أولا شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي، فهو مجتهد العصر. قال: وله استحضار عجيب. الددوي الحافظ يقول هذا عن الشيخ يوسف، قال: وله استحضار عجيب للأدلة لآيات الله وآيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضور ذهنه وكثرة كتاباته. ومن آخر ما قاله شيخنا قبل أيام في شيخنا رحمه الله تعالى، قال: ويكفي الإمام يوسف شرفا أنه لم يمت حتى استكمل وراثة النبوة، فقد مات في زمان لا يوجد أحد يدانيه في علمه وولايته وربانيته، فهو الوارث الأول في عصره لميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ يوسف القرضاوي كتب من الكتب ما لا يمكن أن يعد ولا يحصى، كان ذا قلم سيال، ستصدر له بإذن الله المجموعة الكاملة في كم مجلد؟ في 100 مجلد. عمر عامر بالعطاء والبذل وخدمة الإسلام والمسلمين، المجموعة الكاملة. وكان قد حدثني عنها لما زرته قبل سنوات، جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. زرته وأجازني واتصل سببنا بسببه وحبلنا بحبله ونسبنا العلمي بنسبه، وكتب لي شيئا عجيبا في الإجازة من العناية بالقرآن والعناية بالسنة،
وحدثني وهو كان آنذاك في التسعينات من عمره، وقد ضعف جسمه وجسده، لكن فيه تلك الحيوية والهمة العالية. وقال لي أنا أكتب، ما زلت أكتب، وستطبع إن شاء الله المجموعة الكاملة في 100 مجلد، وهو يستبشر بهذا رحمة الله عليه. كتبت عنه دراسات ومؤلفات بلغت 100 كتاب، دراسات عنه، لا نعني المؤلفات، هو كتب 200 كتاب، والمجموعة الكاملة ستكون في 100 مجلد. أما الدراسات عنه تتكلم عنه، عن فقهه، عن دقة نظره، عن براعته في علوم الشريعة، عن نظرته المقاصدية، عن تحريراته الفقهية، كتابات حوالي 100 كتابة، ما بين رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه، وكتابات للنظر في فقه هذا الرجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراق شيخنا لمحزونون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأحبة، ذكرت لكم بأنه كانت للشيخ اجتهادات وآراء ومواقف في قضايا سياسية معروفة، وفي بعض المسائل الفقهية خالفه فيها غيره من العلماء، وهذه طبيعة العلم وسنة العلماء أن يختلفوا، وطبيعة العالم المجتهد أن يصيب وأن يخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: وما منا إلا راد ومردود عليه. قال الإمام الذهبي: وليس من شرط العالم ألا يخطئ. لا، هذا ليس من شرط العالم، كل إنسان معرض للخطأ والصواب، وليس من شرط تعظيم العالم وتوفير حرمته أن يتابع في كل شيء. هذه مسائل لابد أن نتعلمها، أن نتعلم أدب الاختلاف، أدب توقير وتعظيم العلماء، وأن هذا التوقير والتعظيم لا يعني الموافقة في كل شيء. ما زال العلماء من قديم يرد بعضهم على بعض، رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دلا، مع قبول كل واحد نبيه له على جوازه بل طلبه. رد على مالك ابن القاسم، وابن ابن عاصم على ابن عاصم، وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه، وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق. تعظيم العلماء لا يعني التعصب له، ولا يعني موافقتهم في كل شيء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: نحن نحب شيخ الإسلام، يريد به الإمام الهروي، نحن نحب شيخ الإسلام ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. هكذا يجب أن نتأدب وأن نتعلم، بشرط أن يكون ذلك بتوقير وتعظيم. لنا أن نختلف، لك أن تخالف، لك أن لا تقبل، لك أن ترد، لكن بشرط أن يكون ذلك بأدب، وليس بسب وشتم وتنقيس وتحقير وتفريق وتمزيق وتبديع وتجريح. كلنا يعلم هذه الفتنة التي نبتت منذ سنوات، هذه النابتة التي فرقت بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الشيخ وتلميذه، أحيانا بين الأب وابنه. نابتة الطعن في العلماء تجريحا وتبديعا. هذه كارثة كرثت بها الأمة، والمقصود منها التفريق والتمزيق. هل يعقل أن يترك مسلم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لقول فلان أو علان؟ الله يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف تترك هذه المحكمات؟ ثم يقول لك: قال فلان.
من فلان؟ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كتاب الله بيننا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيننا وشريعة الله محفوظة. ألا فليحذر أولئك الذين يطيلون ألسنتهم في العلماء. نحن نحذرهم ونذكرهم بالله أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ونحذر الأمة من هذا المنهج ومن هذا المسلك الخطير الذي لا يزيدها إلا تفريقا وتمزيقا. قال الإمام ابن عساكر وبه أختم رحمه الله يبين خطورة الطعن في العلماء وخطورة التساهل بإطلاق الألسنة. قال: اعلم رحمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، عياذا بالله. فليحذر كل واحد أن يتساهل في هذا الأمر. حق العلماء التعظيم والتوقير والتبجيل، وليس من شرط ذلك الموافقة في كل شيء. اللهم اغفر لإمامنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وسائر المسلمين، آمين آمين اللهم آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا طيبا مباركا سخاء رخاء زاهرا مزدهرا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.